إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. ما ترك شيئا يقرب الناس إلى الله ويدنيهم منه إلا أمرهم به، ولا شيئا يباعدهم عن الله ويدخلهم النار إلا حذرهم عنه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية، هذه هي الحلقة 23 من حلقات البرنامج، وستكون عن غاية جديدة من الغايات القرآنية. هذه الغاية هي غاية عظيمة وكبيرة ومركزية، وتجتمع حولها الكثير من الغايات التي تحدثنا عنها. وكونها جاءت متأخرة لا يعني ذلك بطبيعة الحال الترتيب مقصود لذاته، ولكن هكذا حصل الترتيب، ولكن يمكن أن تكون من الغايات المتقدمة، فربما كان يمكن أن تكون بعد غاية، أو ربما حتى كان يمكن أن تكون الغاية الأولى وهي غاية الهداية، ولكن دعونا نتعامل معها وهي الآن في هذا الترتيب. الله سبحانه وتعالى جعل إنزال القرآن الكريم وبعد نزول آدم عليه السلام جعل قضية اتباع الهدى هي من أعظم غايات هذا القرآن، وجعل ذلك من أعظم غايات الخلق. فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وأهبطه إلى الأرض، كان من البداية حدد لهم هذا الأمر، قال: فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى. فإذا مسألة اتباع الهدى والحرص على الهداية مسألة مطلوبة شرعا. الأمر الثاني، نحن في حياتنا التعبدية اليومية نبحث دوما عن هذا الأمر، فنقول مثلا في كل صلاة نصليها، في أي صلاة فرضا كانت أو نفلا، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، فنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. إذن هذا المطلب مطلب عظيم، كونك تكرره، ويأمرك الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وتشتمل على أحكام كل الدين. الهداية في هذه السورة غاية من الغايات العظيمة جدا التي تنتهي إليها غاية التعبد وغاية الاستعانة بالله، أن يصل الإنسان إلى هذه الغاية العظمى وهي غاية الاهتداء والهداية. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ووصف هذا الكتاب بأنه كتاب هداية. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هدى للمتقين، ووصفه في آيات أخرى هدى للمؤمنين، ووصفه في آيات أخرى بأنه هدى للناس. هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن القرآن الكريم هو هداية للناس وهداية للمؤمنين، فله هدايات عامة وله هدايات خاصة. ووصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله أيضا بأنه هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فجعل القرآن الكريم من خصائصه أنه كتاب يهدي. ووصف الله تبارك وتعالى رسوله بأنه هادي، يهدي إلى الصراط المستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلما كان الأمر بهذا الشكل، وكانت غاية الهداية من الغايات العظيمة التي ننشدها ومطلوب منا شرعا أن نتحصل عليها وأن نسعى جاهدين إليها وأن نطلبها من الله سبحانه وتعالى صباح مساء، ما هي الهداية وكيف عرفها أهل اللغة والاصطلاح؟ موضوع الهداية أهل اللغة، أو دعونا نقول بأن موضوع الهداية هو نقيض الضلالة. فعندما نقول هذا مهتدي، النقيض له هو الضلال. الضلال نقيض الهداية، فمن اهتدى فقد فارق منظومة الضلال. والله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم، وهو ممتن عليه سبحانه وتعالى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى.
وهنا طبعا عملية البحث عن الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى أن يتعرف على حقائق هذا الكون وحقائق هذا الوجود، وأن يهتدي إلى الطريق المستقيم. فليس الضلال الذي هو بطبيعة الحال الضلال البعيد، ليس الضلال البعيد. وموضوع الهداية بالنسبة لأهل اللغة يقولون بأنها تعني الرشاد والدلالة، أن الشخص الذي يكون هادي هو الذي يرشد الناس ويكون لهم دليلا فيهديهم إلى الطرق. يعني الشخص يكون متعرف على الطرق فيهدي الناس إلى الطرق ويرشدهم ويدلهم إليها. وأما في الاصطلاح لا يختلف المعنى عموما لغاية الهداية أو مفردة الهداية عن المعنى اللغوي. فيقول الجرجاني عليه رحمة الله: الهداية في الاصطلاح هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، يعني كل ما يوصل إلى المطلوب يعتبر هو إيه؟ هو هادي وهو هداية. وقد يقال هي سلوك طريق يوصل إلى المطلوب. من يسلك طريقا يوصل إلى المطلوب فإنه يسمى قد اهتدى، هذا الشيء يسمى هذا الشخص مهتدي. الهداية في القرآن الكريم سنلاحظ بأنها عامة بشكل أوسع من المعنى اللغوي. فقد تكون الهداية أحيانا المسلمين يهتدون إلى الجنة والكافرين يهتدون إلى النار. يعني هذه من الاصطلاحات القرآنية. يعني نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الضلالة يهتدون بضلالهم إلى النار، وأهل الجنة يهتدون بهدايتهم إلى الجنة. وفي القرآن الكريم نلاحظ هنالك جملة من الألفاظ التي تدل عليها مفردة الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهي تعني الهداية تعني البيان، وتعني الإرشاد، وتعني كذلك القرآن الكريم، وتعني التوحيد، وتعني مفارقة السبيل الضالين، وتعني عدم التكبر. هذه كلها من القضايا التي يعني يطلقها القرآن على مفردة. وتعني كذلك الرسل والرسالات، وتعني الإلهام. هذه كلها في القرآن الكريم يمكن للإنسان إذا ما تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى قد يجد أكثر من 10 أو 14 معنى لمفردة الهداية. ولكن نلاحظ بأن كل هذه المفردات وكل هذه الاستخدامات التي نستخلصها من خلال السياق القرآني للآيات التي ترد فيها الهداية، إلا أننا نلاحظ بأن الأنواع في كتاب الله، كل هذه الأنواع بمختلف مسمياتها، سنلاحظ بأنها يمكن تلخيصها في أنواع محددة ومعالم واضحة. فإذا جئنا مثلا إلى أنواع الهداية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن للهداية أنواعا متعددة جاء بيانها في كتاب الله سبحانه وتعالى على النحو الآتي. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى من خلال وقوفنا على آيات الهداية يمكن أن نجد هنالك 5 أنواع من الهدايات اشتملت عليها الآيات القرآنية، وهي منحة من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المكلف. الله سبحانه وتعالى أعطاه جملة من الهدايات، وهذه تدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يريد لهذا الإنسان أن يسلك طريق الرشد ويتجنب طريق الضلال، يسلك طريق الهداية ويجتنب طريق النار، ويسلك إلى الله سبحانه وتعالى الطرق المؤدية إليه، فيكون صالحا في الأرض. وصلاحه في الأرض هو بطبيعة الحال الذي يجعله مستخلفا ويجعله يعمر الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ بأن الهداية الأولى من أنواع الهدايات القرآنية التي نجدها يعني يتحدث عنها القرآن الكريم هي هداية الفطرة. هداية الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني فطر الله الناس والخلائق كلها على أشياء معينة. فمثلا نلاحظ بأن الطفل منذ ولادته مفطور على أشياء معينة، مفطور إلى أنه مثلا يتجه مباشرة إلى ثدي أمه، يتلمس منها الرضاعة، وعنده مجموعة من الطرق والأدوات التي ينبه بها على بعض القضايا، ينبه على الألم بالبكاء، وينبه أحيانا على الطلب بالبكاء، وهكذا. يعني هنالك منظومة من الفطرة منذ طفولة الإنسان يكون متعرف على أشياء معينة. وقول الله تبارك وتعالى هديناه النجدين إذا فسرت أيضا بمعنى أن الله يهديه إلى ثدي أمه، هذا أيضا وارد من واحدة من المعاني القرآنية.
فتكون للطفل منذ ولادته من خلال الحاجة إلى الطعام والشراب فيصرخ طالبا له إن غفل عنه والداه. كذلك نلاحظ أن هذه الفطرة، موضوع الفطرة هذه يشترك فيها حتى عالم الحيوان كما سنلاحظ، والهداية الثانية أيضا سيشترك معنا فيها عوالم أخرى. لكن دعونا الآن نقول بأن موضوع الفطرة هو أهم نمط من أنماط الهدايات القرآنية. وهنا نلاحظ بأن كل الذين يتكلمون الآن في مناقشاتهم ضد الملاحدة، فإن أقوى نوع من أنواع الأدلة التي يصعب إنكارها هو دليل الفطرة. حتى سبحان الله أحيانا الأدلة العقلية والأدلة النقلية قد لا تكون في كثير من القضايا مقنعة لبعض الناس، لكن هنالك مسألة يصعب على الإنسان أن ينكرها وهو موضوع الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يدرك، الملحد يدرك في قرارة نفسه بأن هنالك خالق لهذا الكون. هذا الدليل العظيم من أدلة القرآن الكريم جعلها الله سبحانه وتعالى أول شيء يعني مزود به هذا الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان قابلية التقبل للهدى، قابلية التقبل للإسلام. يولد يعني كل مولود يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه بعد ذلك، لكن ابتداء يولد على فطرة سليمة، يولد على معرفة أن أو قابلية أن عقله ونفسه ومشاعره تتقبل وجود الله سبحانه وتعالى وتتقبل هداه. فهذه هي الهداية الأولى، وهذه طبعا مساحاتها واسعة. الأمر الثاني ومن أنواع الهدايات هو هداية الحواس. هداية الحواس يعني هداية الفطرة ثم هداية الحواس. هذه من الهدايات أيضا التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: فجعل الله لنا أعينا وجعل لنا أسماعا وجعل لنا ملامس نلمس يعني اللمس، وجعل لنا أذواقا نتذوق بها، وجعل لنا أنف نشتم به الروائح. هذه الحواس الخمسة أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى من الهدايات يهتدي بها الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وأخرجكم من بيوت أمهاتكم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وفي النهاية أفلا تشكرون. يعني كيف أن الإنسان يستخدم هذه الحواس للدلالة على الله سبحانه وتعالى. نخرج فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء، نواصل إن شاء الله في حديثنا عن الهداية، وكنا نتحدث عن أنواع الهدايات التي نجدها قد جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ومكنه منها. فذكرنا الهداية الأولى هي هداية الفطرة، والهداية الثانية هداية الحواس: أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم نبدأ بعد ذلك نتعلم عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق الحواس الخمس، فنتعلم الكثير من الأشياء التي تدلنا في حياتنا. هذين الأمرين يشترك فيهما حتى عوالم الحيوان، يمكن أن تشترك معنا عوالم الحيوان في الاستفادة من قضية الحواس وغيره. الهداية الثالثة هي هداية العقول، فالله سبحانه وتعالى زود هذا الإنسان بمجموعة من القضايا القوانين العقلية التي يستطيع أيضا أن يميز بها الصالح من الطالح، الحسن من القبيح، ما هو جميل وما هو قبيح. وهذه إن شاء الله سأتحدث عنها في حلقة منفردة، قضية التعقل وقضية أعمال العقول، لكن هنا هي واحدة من الهدايات. رابعا أيضا من الهدايات المهمة جدا التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان هداية الأديان والشرائع. لم يتركنا للفطرة فقط والعقل فقط والحواس فقط، هذه نعم صحيح تفيدنا في كثير من قضايا الحياة، ولكن هنالك ما لا يمكن الوصول إليه بكل هذه الوسائل. قد ندركها إجمالا بعض الأشياء، ولكن نحتاج أن ندركها تفصيلا، فتنزل الشرائع لتدلنا، لتهدينا، لترشدنا. يأتي الرسول ليبين لقومه ما نزل إليهم، فنهتدي بالأديان والشرائع ما لا يمكن أن نهتدي به بغيره. خامسا، وهذه مهمة جدا في الهدايات القرآنية، وهي هداية الإعانة والتوفيق. قد يكون الإنسان فطرته يعني عنده مهتدي بالفطرة ومهتدي بالحواس
ومهتدي بالعقل ومهتدي بالأديان، ولكن إذا لم يكن هنالك عون من الله لأن هذا الإنسان يهتدي إليه ويوفق ويعان من الله، فإن كل ذلك لا يجديه ولا ينفع. وكثير من الناس نلاحظ أنهم يعلمون كتاب الله ويعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المستشرقين، ومع ذلك لا يهتدون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه 5 هدايات جعلها الله سبحانه وتعالى للناس وجعلها مداخل للهداية. هنالك إذن نأتي إلى عنوان آخر، وهو كيف يمكن أن نأخذ بأسباب تعيننا على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وأن نهتدي إلى الهداية الشرعية المطلوبة. فالله سبحانه وتعالى هذه ال5 نلاحظ يتكلم عنها كثير من العلماء، خاصة علامة ابن القيم وغيره، ولكن يلخصونها كلها تقريبا في هدايتين: هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هداية الفطرة، هداية العقول، هداية الحواس، حتى هداية الأديان والشرائع، هذه هدايات عامة. لكن الهداية الخاصة، والقرآن يفرق بين هاتين الهدايتين، هي أن توفق وتعان على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن تجتنب عما نهى الله عنه، فتجمع ما بين الهداية الخاصة والهداية العامة، وتنتهي بذلك إلى هداية الغاية النهائية، وهي ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه الهدايات، وهي دخول جنة الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى جملة من الأسباب يجب أن نأخذ بها حتى نهتدي إليه. أول شيء يجب أن يأخذ به الإنسان ليكون مهتديا بالله، مهتديا أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى. فالاعتصام بالله أول أسباب الهداية، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الاعتصام بالله، التمسك به، التوكل عليه، اللجوء إليه، التضرع إليه، هذه من أهم الأسباب. السبب الثاني من أسباب الهداية هو الاهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر كلام الله، وذكرنا في غاية التدبر هذا الموضوع. ثالثا من أسباب أيضا الهداية اتباع الرسل واتباع الرسالات، أي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الهداية. رابعا الدعاء عليك أن تدعو، والله سبحانه وتعالى صباح مساء يعلمنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. والسبب في ذلك أن الإنسان قد يكون مهتديا هداية معينة، ولكنه بحاجة إلى مزيد هداية، وهكذا. فالهداية ليس لها سقف إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، تزداد يوما بعد يوم هداية، فأنت تطلب المزيد من الله سبحانه. خامسا المجاهدة والجهاد في سبيل الله من أعظم أنواع الهدايات: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خامسا موضوع التفكر، أيضا من الأسباب المعينة على الهداية أن يكون الإنسان متفكرا، يفكر كثيرا حتى يستطيع أيضا أن يهتدي إلى، خاصة التفكر في آلاء الله، التفكر في نعم الله، التفكر في الكون، التفكر في النفس. هذا أيضا من الأشياء التي تعين. اجتناب الكذب، اجتناب الخيانة، هذه كلها على كل من الأسباب التي تعين الإنسان على أن يكون مهتديا بكلام الله سبحانه وتعالى، مهتديا إلى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ هنا بأن مسألة الهداية إذا اهتدى الإنسان ورزقه الله سبحانه وتعالى الهداية بأنواعها، رزقه الله سبحانه وتعالى الهداية الفطرية والهداية العقلية والهداية النقلية، ورزقه الله هداية التوفيق، هذه كلها ال5 أشياء هذه رزقها الإنسان، فإنه يرتقي إلى مقام نسميه مقام الهداية. طيب، ارتقى إلى مقام الهداية، هنالك زيادة في الهداية. الله سبحانه وتعالى يذكر في الكثير من الآيات، يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. لاحظ، كلما اهتديت وارتقيت مقاما قابله الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته وإنعامه، قابل الله سبحانه وتعالى ذلك بزيادة من الهداية. ولذلك سبحان الله أنت لا تتوقف. ولذلك سبحان الله سبحانه وتعالى مثلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب، هل ما كان مهتدي من قبل؟ لاحظوا، يقول: إني لغفار لمن تاب. طبعا أصلا لا يمكن للإنسان أن يدخل إلى بوابة الهداية إلا بالتوبة. لكن ماذا نستنتج هنا؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان الله، كل هذا توبة
وعمل صالح، وإني لغفار لمن تاب وآمن، تاب وآمن وعمل صالح. التوبة فيها طبعا ترك المحرمات، والإيمان فيه أداء الواجبات، والأعمال الصالحة فيها أيضا أداء الواجبات والأركان. ثم بعد ذلك يقول الله ثم اهتدى، ثم اهتدى. هنا على كل العلماء لهم فيها الكثير من الأقوال، ولكن إما أن الذي يهتدي الهداية المجملة هذه التي فيها توبة، فيها إيمان، فيها عمل صالح، يهديه الله سبحانه وتعالى إلى المقامات الخاصة، يهديه الله إلى المقامات الخاصة. فقد تكون أنت اهتديت هداية مقام التقوى، تقوى الإسلام، فيهديك الله سبحانه وتعالى إلى تقوى الإيمان، ثم ترتقي من تقوى الإيمان إلى تقوى الإحسان، وهكذا أنت ترتقي في مدارج الهدايات إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون المراد هنا بأن الذي يؤمن ويتوب ويعمل الصالحات ولكنه لا يلازم عليها أيضا لا يكون مهتديا. فبعضهم مثل العلامة ابن بطة عليه رحمة الله يقول ثم اهتدى، يقول لازم السنة، لازم السنة، أو لازم العمل الذي هو عليه، بحيث لا يكون عملا منقطعا. فاللحظة الذي يعني بعض الناس يهتدي في فترة ثم لا يلازم، فهنا انقطع من الهداية التي تكون فيها الزيادة، فانقطع من الزيادة. فنحن نذكر هنا بأن كلما ارتقيت مقاما جرك الله سبحانه وتعالى بالزيادة. وهنا يمكن أن نقول الزيادة أيضا بمنهج العارفين وبمنهج أهل السلوك ومنهج أهل التصوف خاصة، بأن هذه الزيادة هي حال، يعني ما قمت بها أنت هو مقام. كل الأوامر التي يعني أنت استطعت أن تستخدم عقلك وتستفيد من هداية الدلالة وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله عز وجل، على كل قمت بمجموعة من الأشياء تدخلك في مقام الهداية، أي دخلت في مقام الهداية. والمقامات كثيرة، يعني الإمام ابن القيم يمكن أوصلها فوق 70، من مقام اليقظة والفكرة والإرادة والتوبة إلى أن تصل في النهاية مقام الشهادة. هذه المقامات الكثيرة يقابلها بعض المقامات تقابلها أحوال، بعض المقامات تقابلها أحوال. فهنا في مقام الهداية يقابلها أيضا حال الهداية، قابلها حال الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى. فكأنما الله سبحانه وتعالى إذا يعني أنت جئت بما يعادل الكوب، زادك الله سبحانه وتعالى بما يعادل ما هو أوسع من ذلك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى. إذن أنت كلما اقتربت من الله في المقامات زادك الله في الأحوال، والأحوال شيء عظيم لأنه من الله سبحانه وتعالى. إيش شكل الأحوال؟ علمها عند الله، يعني الله سبحانه وتعالى ينتهي بك في نهاية المطاف أن يهديك إلى الجنة، يهديك إلى الجنة. ليس على كل موضوع الهداية ليست مسألة نقف فيها عند حد معين، ولكنها مسألة متتابعة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فمقام الهداية يقابله أحوال من الله من خلال الزيادة والإنعام والإكرام، ويعني يهدي الله سبحانه وتعالى عباده إلى الأشياء الخاصة والنعم الجليلة. يقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه الزيادة هي منحة من الله سبحانه وتعالى، وهي أحوال، لأنه كلما ارتقيت مقاما قابل ذلك الله لك بأحوال. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. لاحظت؟ يعني أنت آمنت إيمانا مجملا فيهديك الله بإيمانك. والله عز وجل هداياته قد تكون هدايات علمية وقد تكون هدايات إيمانية. الهدايات الإيمانية سبحان الله قد يرتقي فيها العامي مقاما لا يبلغه حتى أهل العلم. والذين يعني اهتدوا زادهم هدى، فقد تهتدي بالعلم وقد تهتدي بالإيمان. أصحاب الذين يهتدون بالإيمان كلما ارتقوا في الإيمان وزادوا في الإيمان يزيدهم الله في الهدايات، فيفتح الله لهم من العوالم الإيمانية ما ليست عند غيرهم. حتى يتعجب بعض العلماء من بعض العوام، يقول ماذا يفعل هذا؟ فإن ما يفعله لا يعلمه حتى الخواص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يهدينا بالعلم ويهدينا بالإيمان، يعني يهديهم ربهم بإيمانهم، فالله عز وجل يهدينا بالإيمان. فيقول ابن القيم عليه رحمه فإن الهداية لا نهاية لها
ولو بلغ العبد فيها ما بلغ فهدايته يعني تكون فيها هدايته. إذن ختاما أيها الإخوة المشاهدون، نختم بأن لهذه الهداية ثمرات. الثمرة الأولى لثمرات الهداية الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة، وذلك بأمرين أساسيين ذكرا في سورة البقرة وفي سورة طه. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى عنك الأحزان والهموم والغموم. ثم قال أيضا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، نفى عنك الشقاء والضلال. إذن شخص نفيت عنه كل أسباب القلق والريب والشك فإنه يكون صالح البال، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالمهتدي بهدايات الله يقل خطأه ويكثر صوابه ولا يحتاج لكثرة التجارب، كما أن المهتدي سالك للصراط المستقيم الموصل إلى الله. وأخيرا، مقام الهداية تفتح فيه أحوال عظيمة وينتهي بصاحبه إلى رضوان من الله وإلى جنة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الغاية العظمى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.